السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام مالك، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بكم في قناة احلى اكلة من مطبخي. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا بنات. هنعمل مع بعض النهارده كده باذن الله كيكه. ينفع ناكلها وقت العصريه كده واحنا قاعدين مع كوبايه شاي. ينفع نفطر بيها، ينفع نتعشى بيها. المهم ان هي هنعمل كيكه جميله مع بعض. يلا بينا نشوف مقاديرها معانا، ونشوف الطريقه باسهل انا ايه اللي انا بقوله ده، باسهل وابسط طريقه. طبعا هنشوف المقادير كده معانا الاول. طبعا بحط بودر، معايا كيسين بودر مش هستعملهم كلهم. هتشوفوا دلوقتي معايا وهقول بقى المقادير. طبعا زي ما انتوا عارفين بنحط المقادير السايبه في الخلاط، والبودر بنحطهم على بعض زي البيكنج باودر والدقيق وذره الملح وكده. فهنقول بقى مقاديرنا اللي معانا هي. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيسين بودر، ومعايا كوباية لبن، كوباية سكر، 3/4 كوباية زيت، ومعايا هنا حوالي 3 كوبايات دقيق، وكيسين بودر، واربع اكياس فانيليا، وثلاث بيضات. لبن ودقيق، لبن وسكر وزيت، ومعايا 3 بيضات، واربع اكياس فانيليا، وكيسين بودر، ومعايا هنا الدقيق، ومعايا ذرة الملح اللي هي في المعلقة. وطبعا لما هحط المقادير كلها في الخلاط هنزل عليهم بمعلقة ملح، بمعلقة خل. طبعا بقى حطيت البودر خلاص على الدقيقة اهوت. كل المقادير اللي قدامي دي هضربها في الخلاط علشان خاطر تتجانس كلها مع بعضها. طبعا الكيكة دي هتبقى جميلة كمان ايام المدارس. جميلة وقت الفطار الصبح كده، قايمة ما انتوش عارفين هتفطروا ايه، هتعمليها في ثواني كده بسرعة بسرعة، وهتطلع ان شاء الله جميلة معاكي. طبعا انا عملتها كمان في قوالب. هتشوفوها دلوقتي، ما عملتهاش في صينية. هنزل بقى بالثلاث بيضات اهو. وطبعا هحط الفانيليا. هو المفروض لكل بيضة بنحط كيس فانيليا، بس انا حطيت الكيس الرابع ده عشان خاطر انا بحب ريحة الفانيليا كده في الكيكة تبقى ظاهرة. وطبعا مش هنسى معلقة الخل، لان الخل يعتبر محسن كيك. بيمنع زفارة البيض وبينفش الكيكة كده، بيخليها تبقى هشة معاكي. هضرب جامد كده في الخلاط وهرجع لكم نشوف مع بعض هيبقى عامل ازاي. طبعا خلاص ضربت في الخلاط، ومعايا بقى الدقيق هحط عليه معلقه ذره الملح اللي في المعلقه دي، وهفضي من البودر. هاخد كيس، ويعني حوالي كيس ونص كده، يعني هاخد كيس وهحط كمان معلقه من البيكنج باودر. عموما سبحان الله، يعني كيكة اللبن بتبقى جميلة، بس انا بحب كيكة البرتقال اكتر. بحس ان هي كيكة هشة كده وجميلة واحلى. انا بالنسبة لي طعم كيكة البرتقال احلى. وطبعا ما فيش برتقال دلوقتي، فانا طبعا بستبدله بالفروتي، بيبقى طعمه حلو قوي، الفروتي او التاني. ممكن نعمل بنكهة المانجا برضو، بتطلع جميلة قوي برضو. بس فضيت البودر بقى والملح، هقلب كل البودر ده مع بعضه، المقادير اللي هي البودرة دي، وهبدأ انزل بالخليط بتاعي، وهقلب بسرعة بسرعة كده في اتجاه واحد عشان خاطر ادخل هوا في الكيكة، وكمان تطلع الكيكة معايا حلو اهو. جبت بقى القوالب ديت، زي ما قلت لكم انا هعملها في قوالب مش هعملها في صينية. إيه، كان كل واحد كده هياخد قالب ياكل هو مع فطاره. بس بصراحة هو كان طلع كبير فما قدروش ان هم يخلصوه، فاكلنا 3 واتبقى 2 عندهم، قلت خلاص يتعشوا بيهم او يفطروا تاني يوم بيها يعني.
وعايزه اقول لكم القوالب دي حلوه قوي في الكيكه. وفي الرز بلبن برضو، لو عملتي فيها رز بلبن ودخلتي اللي هو الرز بلبن في الفرن، دخلتيه في الفرن بياخد وش، بتبقى حلوه قوي القوالب دي برضو. كنت جايبه القالب تقريبا ب75، تقريبا كنت جايبه الخمسة ب6 جنيه باين، مش فاكره والله. طبعا بنبطنها بزيت، في ناس بيعفروا كمان القوالب ديت بدقيق، بس الزيت بيحل محل ده كله، مش لازم دقيق. وهبدأ افرغ بقى الكيكة في القوالب. وطبعا نخلي بالنا ما نملاش القالب كله على بعضه، علشان خاطر ما ينفعش ان احنا نملى القالب، لان عارفين ان الكيكة بتنفش كده وبتعلى، فلو علت عن القالب هتكب على الفرن وهتبوظ الدنيا. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هي يدوبك يعتبر جابت معايا ال5 قوالب. باقي بقى الحبة اللي باقيين في الاخر دول بفضيهم كده، هوزعهم على القوالب كلها، لان طبعا مش هينفع افضيها في قالب تاني، وكمان هتبقى يعني مش هتكمل قالب يعني. فهزود بيها كده، بحيث برضو انا سايبة مسافة ان الكيكة تعلى معايا. وهاخدها بقى ادخلها في الفرن. انتوا عارفين ان انا بسوي في الحلة الفرن اللي عندي. هسويها بقى فيها، وطبعا ههدي النار عليها خالص لحد ما تستوي وتبقى معايا تمام. هطلعها وهتشوفوها معايا بإذن الله. بمسح كده الاول اي حاجة حواليا، لان ما بحبش تلزيقة الكيكة دي خالص. كده القوالب معايا جاهزة هي بنات. هدخلها بقى زي ما قلت لكم كده في الحلة الفرن اللي عندي اهو. اول لما تستوي ان شاء الله هخرجها، وهتشوفوا معايا النتيجة معايا تبقى عاملة ازاي. وهنا يا حبايبي خلاص الكيكة طلعت من الفرن اهي زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله عليها. عليت علوها التمام واستوت وبقت زي الفل. وقطعت هنا واحد كمان اهو عشان تشوفوه معايا. القالب يعني عمل كمية كبيرة ما شاء الله. القطعة برضو ما كانت يعني إيه، كبيرة مش صغيرة. وبصوا طرية، بصوا طرية وهشة خالص وجميلة جدا. زي ما قلت لكم احنا فطرنا ب3 بس واتبقى 2. عملنا بقى شاي بلبن وفطرنا الحمد لله، وكان فطار جميل والحمد لله. وحبايب قلبي لو وصلتوا لهنا من الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم كلكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.